قبل فترة توفي شخص أعرفه وهو ليس كبيرا، عمره تقريبا 55 سنة. توفي وهو في قوته وفي نشاطه، لكن سبحان الله كان على الطريق العام وضرب عليه أحد العجلات ودخل في عمود وتوفي رحمه الله فجأة. فحضرت العزاء وأنا أعرفه وأعرف أولاده. حضرت العزاء، أكبر أولاده كان تقريبا عمره 28 أو 30 سنة. فلما خرج الناس جئت إلى أولاده الثلاثة وقلت: يا شباب، أحسن الله عزاءكم في أبيكم. وهم لا يزالون متأثرين. فأحسن الله عزاءكم في أبيكم وغفر له، وأسأل الله أن يشمله برحمته ومغفرته. هل ترك أبوكم وصية؟ قالوا: لا والله ما ترك، أبونا مات وهو شباب، يعني 55 سنة مهتم بصحته، ما ترك وصية. قلت: يعني ما وصى بمسجد قالوا: لا. قلت: ما شاء الله أبوكم ترك مالا كثيرا. وفعلا الرجل أظن تركته لا تقل عن ربما 400 أو 500 مليون ريال، يعني قرابة 100 مليون أو 120 مليون دولار. فكل واحد من هالأولاد الثلاثة يعني مع أخواتهم ومع أمهم ربما كل واحد له ما لا يقل عن 60 مليون ريال، يعني أو أكثر من ذلك، يعني ربما يعني لا يدري ماذا يفعل بهذا المال الذي أتاه. فقلت: طيب يا شباب، الآن كل واحد منكم الله يرزقكم ويبارك لكم سيكون له مبلغ كبير جدا من المال. أنا أريد من كل واحد منكم 200,000 ريال فقط، يعني قرابة ربما لا تتجاوز 60,000 دولار أو 70,000 دولار. قلت: يعني أريد من كل واحد منكم فقط 200,000 ريال، نجمع منها 600,000 ريال، يعني قريب من 180,000 دولار، ونبني بها لأبيكم مسجدا. لاحظوا يا جماعة، أنا أكلمهم وقت الحزن يعني والرحمة بأبيهم الذي مات فجأة. فقلت أستثمر هذا الوقت، يعني لعلهم يعني أن يتبرعوا له. 200,000 يعني أقل من قيمة السيارة اللي بيشتريها الواحد منهم. ربما لا يسافر هو وزوجته ويركب درجة أولى ويسكن في فندق 5 نجوم، ربما يصرف أكثر من 200,000 في أسبوعين أو 3. فنظر بعضهم إلى بعض وسكتوا. قلت: يا شباب، هذا أبوكم وأنتم كل واحد ورث ما لا يقل عن 60 أو 70 مليون، الله يبارك لكم. كل واحد 60 أو 70 مليون يا شباب، 200,000 فقط، 200,000 ريال، ما قلت مليونين، 200,000. والله يا جماعة، ولا أتكلم عن شيء أنا شاهدته أمامي، والله ما تبرع واحد منهم بريال. كل واحد نظر للثاني وقال: لا إن شاء الله يا شيخ ما نقصر معه، الله يجزيك، إن شاء الله ما نقصر، نتصدق إن شاء الله بنية أنه عن، إن شاء الله ما نقصر. طيب يا شباب، الآن أمامكم مسجد للبناء. قالوا: لا إن شاء الله ما نقصر. ولم يدفع أحدهم ريالا واحدا. ربما أنهم دفعوا وأنا لا أعلم، أرجو ذلك، أنا لا أتهمهم، لكن حقيقة يعني قرائن الأمور ومبادئها تدل أنهم لن يفعلوا، يعني من ردهم علي.